اليوم غنوجد معكم حريشات صغيورين معمرين بالزيتون كيجيو زوينين بزاف بهذا الشكل المربع، كيعطيو منظر غزال فوق الطبله. اودي الله يعطيني الصحه وخلاص. سجلوا عندكم الوصفه وتابعوا معايا المقادير. ناخذ السميده الرقيقه ديال الكنز، نزيدو عليها المليحه مع السكر سنيده والخميره د الحلوه، نزيدو الزبده مذوبه ونبسبسوا المكونات ديالنا. نزيدو الحليب وحنا كنجمعوا العجينه ديالنا غير بريوس ديال الصبيعات، نغطيو عليها ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. ناخذوا الجبن ونزيدو عليه الزيتون كحل مقطع مع الزعتر ونخلطو مزيان. من بعد ما وجدت العجينه ديالنا نشكلو كويرات على هذا الشكل، نحربلوهم مزيان في السميده ونديرو حفيره في الوسط، نعمروهم بالحشوه اللي وجدنا ونجمعوهم على هذا الشكل، نعاودو نحربلوهم مزيان في السميده ونشكلوهم على هذا الشكل في قالب يكون مربع، كيعطيو منظر زوين بزاف. نرشوا المقيله وردوا الحريشات ديالنا يطيبوا على النار تكون مهيله. نقلبوا الحريشات ديالنا حتى يبداو ياخذوا اللون الذهبي على هذا الشكل ونقدموهم مع شي براد تاي بالصحه والراحه.